ازيكم يا حبايبي؟ احنا النهارده هنعمل كفتة الرز دي. انا طلعت الكفتة ديت من الفريزر، احنا كنا عاملينها سوا. عملتها، قعدت صبحتها كده، وبعدين جبت بطاطس. انا بحب اعملها في البطاطس، ما بحبش اعملها الكفتة لوحدها، بحس ان البطاطس كده بتديلها طعم. انا صبحتها زي ما انتم شايفين، هي جميلة بصراحة، يعني تغيير. هنعمل ايه؟ صلوا على النبي يا حبايبي واذكروا الله. معلش بقى عشان صوتي، عشان عندي برد يعني ايه، فاستحملوني شويه كده. انا يعني صبحت دوم بس، تمام، ولا سحر ولا شعوذه، في ثواني كنت صبحتها كلها. هنروح بقى على الزيت نقليها. هقليها بقى، تحمرها كويس كده من جميع الجوانب بتاعتها، تكتري الزيت عشان خاطر تتحمر معاكي كويسه وتبقى حلوه. انا حمرتها زي ما انتم شايفين كده. وجبت طماطم لسه بنحمر. اصبروا ما نخلص تحمير وبعدين نروح عند الطماطم. كده انا بحمر فيها اهيت، جميله. تلونيها من جميع الجناب كده عشان تبقى ايه معاكي حلو كده اتحمرت. انا بصراحه بحبها قوي وهي لسه متحمره، عني واحطها في الصلصه. انا بحبها كده وهي لسه مقليه كده، يا سلام. جبنا الصلصه، جبت معلقه سمنه، ضفت الطماطم ديت عليها بصلايه ضربهم في الخلاط، ضفت عليهم ملح وكمون ومعلقه السكر اللي احنا متفقين عليه. الصلصه اتسبكت زي ما انتم شايفين. ضفت على الصلصه البطاطس دخلت في السوا. بعد ما دخلت في السوا ضفت عليها ايه، الكفته. يعني مش بضيف الكفته مع البطاطس، اما البطاطس تدخل في السوا بعدين بضيف الكفته، تبقى بالشكل الجميل ده. سلام.